الله عز وجل وصف القرآن بأوصاف كتيرة. يعني في كتاب الله عز وجل في أوصاف كتيرة للقرآن. نعم. أنا بتوقف عند أن القرآن كلام الله بس. أنا مش يعني تاني صلي على النبي كده. عارف لما مثلا ايه حد يجي يكلمك في موضوع، والموضوع يكون موضوع عن شيء معين، فيقول لك عن الطب مثلا، يقول لك يا ابني ده كلام دكتور مجدي يعقوب. انت بتراجعني في كلامي عن عمليات القلب المفتوح وانا بكلمك بكلام مجدي يعقوب. لو واحد بيحب ياسر ممدوح وبيكلم مع صاحبه في مسألة دينية، ياسر عنها عمل عنها فيديو، هيقول له يا ابني انت بتقول ايه يا ابني؟ ده كلام ياسر ممدوح يا ابني. تعالى نعلى شوية، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام يا ابني. فانت يعني عارف لما كان احد الصحابة بيكلم حد فقال له المسألة دي كذا كذا، فقال له ده قال فيها عمر كذا وقال فيها ابو بكر كذا، قال اقول لك قال رسول الله وتقول قال ابو بكر وعمر. صحيح. انا بقول لك بقى قال الله، يعني نعم كلام الله، كلام الله ده كلام الله، يعني نقطة. يعني مش هوصف اقول ايه يعني، هطلع عن كده روح فين؟ الناس اللي بتفهم كان قيمة الوحي عندها كان حاجة ما حصلتش. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وام ايمن تقعد تبكي، فتقول لهم انا ببكي بس عشان مفيش ايات تانية هتنزل، الوحي وقف. ليه ده كلام الله. الصحابة كانوا يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوا في آية جديدة، في حاجة تانية نزل، كلام ربنا ايه؟ فلما نتكلم عن كلمة كلام الله يا مولانا، دي حاجة كبيرة جدا ولفظ عظيم جدا. فتخيل أنت الله عز وجل بعث لك كلام، والكلام ده كلامه سبحانه وبحمده. يعني انت عارف من الحاجات يعني لما بتاخد الإجازة كده فتلاقي في آخر الإجازة ايه؟ فلان عن فلان عن فلان عن فلان، مشايخ يعني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة. انت متخيل في كلام سلسلته اولها سبحانه وبحمده الله عز وجل؟ يعني دي بص، ده امر فوق الخيال، ده مفيش فوق كده يا جماعة. يعني صلي على النبي، تخيل جيت قلت لك ايه يا ياسر يا ممدوح يا محمد يا غليظ، الله عز وجل يريد ان يكلمك، هتحس بايه؟ يكلمني انا؟ طب ايه رايك انه حصل؟ هو قد كلمك عز وجل في كتابه. انت لو فتحت هتلاقي ربنا بيكلمك، بيقول لك يا محمد يا احمد يا يارا يا يسرى يا كذا يا فلان يا علان، هذا حلال وهذا حرام، ودي قصة هود ودي قصة يونس. شوفوا ايه اللي حصل، يوسف لما العفة كانت شوف ودته لغاية فين، واتفرج على زكريا اللي كان مش لاقي يا عيني الولد، لكن دعاءه خلاه يجي. وعلى فكرة قصة موسى كانت فيها كذا وكذا وكذا، وكأن الله عز وجل يقص عليك هذا القصص عليك انت. يعني احد الحاجات اللي بحس الناس مش فايقالها، انه انت لما بتقرأ القرآن هذا حديث خاص، ده الكلام ده ليك انت. يعني امير وهو بيقرأ الكلام ده المفروض يركز فيه ان الكلام ده لامير منير بس. صحيح. الحاجات دي صحيح. بتكلم امير ابن منير بس. هذه رسالة من الله للقارئ ده. فلما قال لك هنا ده حلال وهنا ده حرام، ودي الجنة ودي النار، وادي قصص الانبياء ودي قصص السابقين واللي قبلوك وشوفوا عمل ايه وبتاع، ده ليك انت تستفيد بيه وتبني بيه نفسك فلما تقول لي والله احسن كتاب تقراه 5 كلاب 5 مش عارف ايه، ولا ذا 7 جريتست فيل بزلومه، ماشي، يعني اقرا هذه الكتب من باب الاستزاده من العلم، يا اهلا وسهلا. ولكن عندي ما هو اعظم واجل،
كلام الله. والله يا جماعه تاني، اوضه ضلمه معكش فيها نور. لو انت سبت القران هذه هي حياتك. ممكن تعيش ممكن تعيش جدا عادي جدا، وممكن تعتاد الضلمه لدرجه ان عينيك تبقى شايفه، يعني مش هتخبط في الترابيزه ولا هتقع بس لو النور نور هتفهم الفرق الكبير اللي ما بين هذا الظلام اللي انت اعتدته فقادر تمشي فيه شويه، وما بين اللي يبقى فيه نور. سبحان الله.